فرد وقال حاجة غريبة جدا. قال لي ده شيء طبيعي، وازاي واحدة فاشلة زي اللي خلفتك انها ما تعياش. ما رفعتش راسي وانا بلعب لما قال كده، وبدأت استجمع انفاسي واهدى. قلبي كان هينفجر من الصدمة، وسألت نفسي ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاه يتكلم معايا بالطريقة دي؟ فكملت لعب لكن بدون تركيز، فغلبني يومها دورين، وكانت اول واخر مرة يكسبني فيها. ما قلتش لبابا على اللي حصل، لكن قلت لبلقيس. حضنتني وطبطبت عليا وقالت لي انا مش قلت لك ما تتكلمش خالص يا وليد؟ وبعدين قالت لي على العموم انا بعتذر لك يا سيدي. وعدى بعد كده اسبوع من الصمت، ما كانش بيتكلم معايا ولا حتى كلمة، حتى ما كانش بيسلم عليا وهو داخل. في اليوم الاول من الاسبوع التاني من اليوم اللي شتم فيه امي، سرحت بخيالي وانا بلعب معاه اني في بطولة عالمية للشطرنج وكسبتها، وعشت بخيالي اني اخدت مكافأة كبيرة، وكمان قعدت اتخيل هصرف فلوس المكافأة دي فين. وفجأة لحقت نفسي قبل ما يغلبني، وفقت في اللحظة الأخيرة. كان شكله متحمس جدا، بس في الآخر